لو ولادك ما بيحبوش القرنبيط او الكرنبيط هقولك على طريقة جديدة ومختلفة وبعد كده هيطلبوها منك كتير. عملت معاكم القرنبيط او الكرنبيط في القلاية الهوائية، هتلاقوا كل تجارب القلاية عندكم في القناة في قائمة لوحدها، وعملت معاكم ريفيو وتجربة في قلاية بلاك اند ديكر، واستنوا قلاية بلاك اند وايت ان شاء الله. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في احسن حال. مستعدين لرمضان؟ خلاص يا اولاد رمضان قرب ما عادش الا كام يوم ورمضان هيهل علينا، يجي علينا بخير ويا رب ويبلغنا رمضان واحنا كلنا في احسن حال، وكل بيوتنا مليانة خير وسعادة وهنا، ويوسع رزقكم ورزقنا اللهم امين. من فترة قريبة كان جوزي كده ايه بفضلة خيركم يعني داخل عليا بقرنبيطة ما شاء الله، كنت بحسبها كرومبا عملتها معاكم في فيديو هسيبها لكم في اول كومنت مثبت، هتلاقوا التفاصيل بتاعتها بكل حاجة في القلاية بصوا بكل حاجة. وعملنا معاها فلفل وبتنجان او المسقعة، وعملت كمان بطاطس كانت مكمورة. هسيب لكم الفيديو ده فيه تشكيلة محترمة قوي. فانا الفاض من القرنبيطة دي مسلوق عنده في الفريزر، فانا طلعته قلت هعمله بطريقة مختلفة وجديدة. هنعمل ايه بقى؟ برجر القرنبيط او الكرنبيط. هنعمل القرنبيط برجر. تمام كده حبايبي، زي ما انتم شايفين هو مسلوق معايا. انا زي ما قلت لكم الفيديو ده هتلاقوا فيه سلق وفيه كل حاجه. فرمته كده في الكبه معايا، بس مش اللي هو عصراه يبقى ينزل ميه، لا هو فيه برضو قطع بس بسيطه. ومعايا بقى دي نص معلقه تومه اللي كانت في الطبق دي، تمام كده، توم مهروس. تمام كده حبايبي. هفرم بقى كل الكميه، اي كميه بقى، اي كميه انتوا عايزينها براحتكم، بس حتى لو كميه قليله هتفرط معاكي كميه حلوه، لان طبعا لما بتفرم بتزيد الكميه. هنبدا بقى نحط البهارات، الملح بس خلي بالكم من الملح، وهحط فلفل اسود، بهاراتها مش كتيره بس انا عايزاكم تجربوها هتعجبكم او ان شاء الله. هحط بابريكا، ممكن تحطوا شطه، ممكن تحطوا بابريكا عاديه، بابريكا مدخنه. حطيت بابريكا عاديه، ممكن تحطوا هريسه شطه لو انتوا حابين، براحتكم خالص. هحط بصل بودر. قولولي مين عنده البصل بودر بيكتل كده، مش عارفه اعمله ايه بصراحه. توم البودر بحطه في التلاجة، فانا شكلي بعد كده هحط كمان البصل في التلاجة. وهحط كمان كزبره وكمون، تقريبا من كل حاجه معلقه ونص عشان انا عندي كانت الكميه كبيره شويه. وهحط كمان توم بودر. تمام كده حبايبي. وهنحط تركايه كمان دلوقتي او تركتين كمان هيعجبوكوا قوي وهيعجبوا الولاد. ده بقدونس كنت برضو مفرزاه، يعني هنقول ايه مثلا ربطة بقدونس. تمام كده. ومعايا بقى تشكيلة جبنات، شيدر على رومي على موتزاريلا، دي اللي هتخلي الولاد ياكلوها بجد، هياكلوا مش قرنبيط خالص خالص، مش هيحسوا بطعمها خالص. ومعايا بقى فلفل الوان وفلفل اخضر، تمام، وكوبايه دقيق. تمام كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. هدعكم بقى في بعض او هخلطهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده كويس قوي. ومعايا طبق فيه زيت عشان اعرف اشكل بيه، والطبق التاني فيه بقسماط وفيجيتار على بعض. ممكن تستخدموا الفيجيتار بس، وممكن تستخدموا البقسماط الناعم بس اللي يريحكم، بس انا عندي الاتنين قلت عملت ميكس عشان يدي طعم حلو. تمام كده حبايبي. والدقيق اللي حطيناه كوبايه عشان العجينه تتماسك مع بعض ونعرف نشكلها زي ما انتوا شايفين. اعملوها بقى زي البرجرايه او زي الطعميايه، او بصوا هعمل لكم دي كبيره وهعمل لكم الصغير وهعمل لكم الصوابع، فانتي اللي انتوا حابينه اعملوه، بس انا عايزاكم تجربوها لان خطيره، تنفع بقى الغدا. اكله زي دي بقى اكله عيش، اللي هي الاكلات الشعبيه اللي احنا بنحبها. انا عن نفسي بحب الاكلات الشعبيه جدا. مثلا في فطار في عشاء، حلوه جدا 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 وتغيير، وملهاش طعم القرنبيط خالص. بصوا بعيده عن القرنبيط، فانتوا لو عايزين تاكلوا ولادكم قرنبيط اعملوا لهم الطريقه دي، حلوه جدا هتعجبهم. وطبعا القرنبيط اصلا مفيد جدا، فاحنا بنعمل اي حاجه او بندور على اي حاجه نخليهم ياكلوا اكل مفيد بدل اكلات الشوارع اللي هم بياكلوها دي. ربنا يبارك فيهم يا رب ويديكم الصحه والعافيه وتعملوا كل حاجه لاولادكم. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا انزلي حطي لي اللايك الجميل واطلعي كملي معايا الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. وبشكر اي متابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناة المتواضعة. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. زي ما انتوا شايفين
قليت بقى حبه بالطريقه العاديه في القلايه. هسيب لكم اللينك، ارجعوا شوفوه في اول كومنت، هتلاقوا فيه التتبيله بتاعته والخلطه بتاعته وازاي انا قليته في القلايه واخد وقت قد ايه وكل حاجه، وكل تجارب اصلا القلايه هتلاقوها عندكم. وقليت بقى فلفل وبتنجان اللي هي المسقعه القرديحي زي ما بنقول عليها، برضو هتلاقيها في الفيديو ده، وعملتها كمان معاكم في القلايه الهوائيه. ارجعوا شوفوا كل تجارب القلايه عملت فيها. بصوا يعني كل ما يخطر على بالكم، ودي التغذية بتاعتها او التتبيلة بتاعتها. برضو الفيديو ده كان جميل جدا وفيه افكار حلوة جدا. لو انتم محتارين عايزين غدا ايه مش عارفين، فكانت اكلات كده شعبية حلوة. انا عن نفسي زي ما بقول لكم بحب الاكلات دي قوي قوي قوي، يعني اكتر كمان من اللحمة والفراخ. عملت معاكم بقى تفريزات رمضان، شفتوها ولا لسه؟ لو ما شفتوهاش ارجعوا شوفوها هتعجبكم ان شاء الله. عملت الفول والزبادي وعملنا افكار كتيره جدا لرمضان. ربنا يبلغنا رمضان واحنا كلنا في احسن حال يا رب. زي ما انتم شايفين معايا زيت غزير، وطبعا النار عاليه لان انا عايزه احمر على طول، بس خلي بالكم ما تاخدش لون منكم، تمام كده، لان هي بتاخد لون بسرعه. زيت غزير، واول ما سخن معايا بدات احمر بالطريقه العاديه خالص، عادي زي ما بتحمروا اي حاجه في الكون. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب، ويوسع عليكم اللهم امين، ويوسع علينا جميعا يا رب. بطلع بقى في مصفى كده زي ما انتم شايفين عشان ينزل اي زيت، مش ما حطيتوش على مناديل عشان ما تطرش معايا. تمام كده حبايبي، هخلص بقى كل الكميه بنفس الشكل. عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا في الكومنتات رأيكم ايه. وطبعا الناس الجميلة اللي بتجرب وصفاتي وترجع تقولي عليها في الكومنتات او على الخاص على الفيسبوك، بجد بشكركم من كل قلبي، ويا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم دايما يا رب. هخلص بقى زي ما بقول لكم كل الكمية، وتعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة. زي ما انتم شايفين دي طبعا اللي احنا عملناها في القلاية، وده البرجر بقى او الكفتة على حسب ما بتقولوا عليه بقى. بصوا جميل قوي قوي قوي، يعني كان طعمه خطير. انا بصراحة يعني انا ما توقعتش ان هو طعمه كده. هقرب لكم الكاميرا اوريهولكم من قريب. ودي المسقعة القرديحي. طبعا عايزين تحمروا بطاطس براحتكم، عايزين تعملوا البطاطس المكمورة اللي انا عملتها ارجعوا شوفوها، كانت برضو من الوصفات الجميلة الخفيفة اللي هتنفع كمان في سحور رمضان. بصوا ما شاء الله طبعا في القلاية مقرمش وزي الفل، وبألف هنا عليكم وعلينا وعلى كل اللي اكل منها. بس انا هقول لكم على حاجه بقى، يعني انا لما اعمل قرنبيط تاني مش هعينه في الفريزر لان ما حبيتوش بصراحه، مش زي الطازه. برضو الطازه بيبقى طعمه احلى، يعني ده حسيته ان هو ناعم شويه. في البرجر او الكفته دي ما حسيتش بطعمه، طبعا مع الحاجات اللي داخله معاه كان طعمه حلو قوي ومفيش قرنبيط اصلا في الموضوع خالص. اما المقلي وهو متفرز لا ما انصحش بيه ومش هعمله تاني. فهستنى رايكم في فيديو ايه النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.